الصيف جا وكيجي مع بزاف التوقعات. نتعلموا نطوروا ونخدموا على بزاف د الحوايج اللي غيزيدوا بينا القدام وغيحلونا بزاف ديال المشاكل اللي كنواجهوهم كل نهار. ولكن 90% ديال الناس كيديروا بعض الاخطاء اللي كيدمروا لهم عطله الصيف كامل. شنو هما هاد الاخطاء؟ كيفاش نتغلبوا عليهم وكيفاش نخرجوا اقصى استفاده من هاد الصيف؟ فبلا ما نضيع لك وقتك دير معاك ديك لايك ونبداو بسم الله. الناس كتشوف الصيف راحه فقط، ولكن الحقيقه الصيف عنده قوه كبيره. علاش؟ حيت عندك وقت اكثر، ضغط اقل، وتقدر تبني عادات جديده بسهوله. المشكل ماشي في الصيف، المشكل كيفاش كنستعملوه. كاين اللي كيسالي الصيف وهو نفس الانسان، وكاين اللي كيخرج منه بنسخه جديده من راسو. اولا وقف تضييع الوقت بلا. اول حاجه خصك تديرها تعرف فين كيمشي نهار. ماشي مشكل انك ترتاح او تخرج او تلعب، المشكل هو ملي نهار كامل كيدوز بلا ما تحس. غير تخيل معايا هاد جوج صحاب بجوج بيهم عندهم نفس الصيف، واحد خلى الوقت يسوق والاخر بدا يخطط ليهم. بعد شهرين الفرق كيولي واضح. نقص استعمال العشوائي للهاتف، دير وقت محدد للسوشيال ميديا، وسول راسك هاد الحاجه كتفيدني ولا غير كتهربني من الملل. الصيف فرصه تبني جسم، الصحه والجسم ماشي غير شكل، راه هي طاقه وثقه وانضباط. ما خصكش تكون بادي بيلدر، ولكن خصك تخدم على راسك. الجيم ولا الكاليستيك، الجري او المشي، تحسين الاكل والنوم مزيان، حيت 30 دقيقه في النهار كدير فرق كبير. ثالثا تعلم سكيلز. اغلبيه الناس كيتسناو المدرسه ولا الجامعه تعلمهم كلشي، ولكن العالم تبدل. اليوم سكيل واحده تقدر تبدل لك حياتك: المونتاج، الديزاين، انجليش او بوبليك سبيكين، صناعه المحتوى. وما تعملش الخطا اللي كيعملوه كلشي، ما تتعلمش الانجليزيه والفرنسيه مع بعضهم غتفشل. اختار حاجه واحده وركز عليها لمده شهرين. مثلا تعلمت المونتاج فهاد الصيف، شكون عرف يمكن العام الجاي تكون كتخدم به او عندك قان، فدرت داك الشيء راك الله يحفظك المحال. رابع حاجه هي خرج من الكونفير زون، منطقه الراحه. اكبر تطور كيوقع ملي كتدير حاجه كنتي خايف منها. بزاف ديال الناس عايشين داخل نفس الروتين ونفس الخوف، ما يقدروش يهضروا، ما كيبدلوش الافكار ديالهم، كيخافوا يبداو حاجات جداد. فدير هضر مع الناس جداد، جرب انشطه جديده، صور فيديو، تعلم السباحه، شارك الافكار ديالك، حيت الثقه ما كتجيش من التفكير بل كتجي من التجربه. خامس حاجه اللي يصنع ذكريات ولكن بوعي. الصيف ماشي بارسون ديال برودكتيفيتي، استمتع، خروج، ضحك، سافر الى قدرت، ولكن بوعي، حيت الحياه ماشي غير اهداف، حتى الذكريات مهمه. الفكره هي التوازن، ماشي تضيع الصيف كامل، وماشي حتى تعيش كانك ماشي. من بعد عام غادي تشوف هاد الصيف طريقتين: يا اما تقول داز بحال كل مره، او تقول هاد الصيف كان بدايه ديال التغيير. الا بغيت تبدل شي حاجه في راسك، الجسم ديالك ولا حياتك، ما تسناش الاثنين، بدا اليوم.